عشان يكون مخالف الرأي ويتعرف اكتر؟ دي وجهة نظر. مدرسة ودي مدرسة. لو اختلف هيتعرف اكتر يعني خالف تعرف، دي قاعدة طبيعية يعني. بس مش الفكرة انك انت تتشهر وخلاص، انت ممكن تتشهر بس تكون مكروه. هو هتتعرف اكتر فعلا، ولكن هتتكره اكتر. لكن انت ممكن تعمل طرح بناء، تتكلم كورة، تتكلم من قلبك كده، تلاقي برضه بتخش قلوب الناس، والطائفة اللي هتكون بتتابعك دايما هتكون بتحترمك. طيب لو اختلف، هيختلف عشان هو صح ولا يختلف من اجل الاختلاف عشان يتشهر؟ لا، من اجل الاختلاف. يعني كده هو خالف ضميره المهني. اه طبعا طبعا. شايف من افضل محلل رياضي موجود على الساحه حاليا؟ مم. افضل محلل رياضي وجهة نظر كابتن اسلام علو. وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين. مم. المفروض المحلل الرياضي بيعلن عن انتمائه الكروي؟ عادي جدا، الناس كده كده هتعرفه، يعني اعلن او ما مش كانش اعلن على مش نجوم مشكلة. الكوره، اه اتكلم عن النقاد والمحللين اللي زيك زي بعض اه. الكباتن. المفروض مم. اعلن عن الانتماء الكروي ولا افضل على الحياد عشان احلل اي موضوع ما ببصلوش من زاويه انتماء؟ حتى الجماهير لو كابتن اه. اسلام معروف عنه انه زملكاوي، مم. مع ان في جماهير دلوقتي بتقول انت اهلاوي وبتقول اه، زملكاوي. ده انا ممكن وانا عشان طالع بالتيشيرت الاحمر دلوقتي او بالجاكيت فممكن نقول الاحمر يقول لك اهلاوي. اهلاوي عادي. اه اه. فده بيديك، بيخلي الجماهير طول ما انت على الحياد ما مم. بتبقاش عارف بيبقى في مصداقيه شويه عند الجمهور. لكن انا اعلنت عن زملكاوي وجيت اتكلمت في قضيه تخص الاهلي، بتلبس فيهم غلط من الجمهور. رايك ايه؟ بص، هو النقطة اللي انت قلتها هي ذكية. هو لو انت اعلنت انتمائك او ما اعلنتوش، كده كده الجمهور هيعرف برضه. خلينا اتفق معاك، مش لازم تكون لاعب يعرف من كورة. كلامك تقصد؟ لا، لازم يعرف انت مين. ما هو هيبتدي يدور وراك. انت ما دام اتعرفت او اتشفت، فهيبتدي بقى يعرف انت قصتك ايه، ومين اللي حطك في الاعلام، والسي في بتاعك وقديمك وجديدك. فمفيش حاجه بتستخبى. فحته اعلنت او ما اعلنتش، هتتعرف. بس خلينا نقول برضو بمنتهى الصراحه، الانتماء لاي من القطبين سواء انت اهلاوي او زملكاوي ده بيضيف لصاحبه. يعني انا اصلا اللي اضاف لي واللي عمل اسمي في البدايه كده، في بدايه دخول السوشيال ميديا وعالم التحليل، هو اسمي كواحد منتمي لنادي الزمالك. دخلت من خلاله قناه النادي واتعرفت من جمهور الزمالك، فبالتالي برضو جمهور النادي الاهلي عرفني. فالانتماء للنادي طبعا بيضيف لصاحبه، يعني بيضيف ديت مش لصاحبه. حاجه هترجعك لورا، بيأثر بالعكس. عليك طيب من جماهير الطرف الثاني؟ اه طبعا طبعا بيأثر طبعا. عليك. بيخلي الطرف الثاني مترقب كلامك، هو خلاص عارف انك زملكاوي، بس يبتدي بقى هنا يدرسك بقى. انت زملكاوي بتطلع تطخ في الاهلي بس عشان تتشهر، ولا زملكاوي بتتكلم بموضوعيه؟ ده الفرق ما بين الاثنين. اسلام علو الفتره الاخيره بيذكر ايجابيات الاهلي كتير اه. قوي. ده غيره من اللي بيحصل في الاهلي، ولا انت عايز تكسب جمهور الاهلي يبقى معاك اكبر جمهورين في مصر، الاهلي والزمالك بصراحه؟ جمهور الاهلي كده كده بيحضر في الطرفين. هو ده على فكره حاجه للعلم، يعني انت لسه قايلك من شويه خالف تعرف، ده اصلا لمصلحه ليا افضل ضد النادي الاهلي. لا بس انت اديلك فتره بتتكلم في ايجابيات. ايوه، ما انا عشان كده بقول لك مش محتاج ان انا اختلف علشان يجوا. طيب. انا كده كده لو انا اختلفت بالعكس، يعني أنا لو ضد النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هيتابعني اكتر، بس هيخش يغلط فيا. سحب فمش البوستات محتاجه. شويه من تحت رجليك من جمهور الزمالك لما اتكلمت عن ايجابيات الاهلي، ولا ما اثرش؟ حسيت انه ما اثرش؟ لا، اثر طبعا، اثر. في بعض من جمهور الزمالك بيزعل، ولكن المقياس هنا هو اللي انا بقوله ده كلام موضوعي وكلام حقيقي واقع، ولا انا بطبل باللغه السائده يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي ان الاهرامات من عجائب الدنيا السبعه. تمام. هل دي معلومه ولا تطبيله؟ بقول ان الفراعنه لا عملوا. معلومه اكيده طبعا. دي معلومه. لما اجي اقول ان الاهلي بطل مثلا خد ال11، دي معلومه ولا مش معلومه؟ لما اقول انفانتينو بعت خطاب شكر للنادي الاهلي بيقول ان هو افضل نادي في هسألك القاره. سؤال تاني، مين المحللين الرياضيين بيعمل في الاهلي نفس الكلام اللي انت بتعمله مع الزمالك؟ ما عشان وضع الزمالك لا يسمح بالتمجيد. اللي هيمجد دلوقتي او في الفتره الماضيه ديت يكون انسان بيضل نفسه يعني. طيب حاليا مجلس اداره الزمالك شايف انه بيمشي بخطوات ثابته؟ بقى عامل طبعا مجهود كبير. حد من المحللين الرياضيين الاهلاويين اللي بينتموا للاهلي طبعا صناع في. المحتوى بيتكلموا على ده في الزمالك؟ عتاوله. الاستاذ الكبير برضه، لما بقول الاستاذ الكبير الناس من بعض من الجماهير يعني بتزعل. الاستاذ عادل القيعي، طب ده مش مهندس صفقات في النادي الاهلي ورئيس شركه الكره بتاع النادي الاهلي؟ صح كده؟ صح. وعشان بس طلع اشاد باسلام علو بقى بالنسبه لهم دي برضه حاجه غريبه. الاستاذ عادل القيعي هل محتاج ان هو يمجد في نادي الزمالك او يشكر مجلس ادارته؟ لا. طب طلع من حوالي تقريبا شهر، طلع اشاد بنادي قبل الزمالك الزيارة. بصفقاته قبل الزياره. طلع اشاد بصفقات نادي الزمالك، وكان في حلقه مع الكابتن احمد حسن، واتسال قال له الوضع بتاع نادي الزمالك ومجلس الاداره رايك فيه ايه؟ قال له في طفره كبيره وصفقات قويه والناس عامله مجهود كبير، ويشكروا عليه وعملوا من الفسيخ شربات. طب ده الاستاذ عادل القيعي. طب هل هو كده بيطبل عايز ود الزمالك؟ بقول حقيقي موجود. برضه ده واقع، زي ما جيت قلت لك، الحقيقه حاجه والتطبيل حاجه يعني ثانيه. معنى كلامك انت بتحاول تلتزم المهنيه في الشغل في شغلك. لو شايف ان الاهلي يستحق التمجيد فبمجد بغض النظر هيزعل جمهور الزمالك او لا، صح؟ وبغض النظر هيزعل جمهور الاهلي برضه ولا لا. انا طلعت انتقدت حسين الشحات في تصرفه مع محمد الشيبي في بدايه الازمه خالص. ما لو هيزعل جمهور الاهلي، انا كده بتكلم على حسين الشحات، فانا معروف اني زملكاوي، فده مش هيزعل الاهلي، مش هتفرق، انت كده منتمي للزمالك. انا بقى بقى بتكلم على العكس بقى.
بالظبط كده. انا بس بتكلم على اللي بيقول لك اصل هو ما يقدرش ينتقد جماهير النادي الاهلي لانها الاكتر عنده او اكتر متابعه. تمام. لا بالعكس، محمد رفعت اللاعب الناشئ في النادي الاهلي لما عمل حركه مش كويسه في 100 عقبه او في ملعب نادي الزمالك، ملعب حلمي زموره، لما نادي الزمالك خسر، انا طلعت انتقدت التصرف بطريقه حتى كمان شديده جدا، وبرده ما اتكسفتش ولا جيت قلت لا ده الاهلاويه يزعلوا، بالعكس الناس طلعت واشادت. بنزل صورتي بتيشيرت الزمالك ما قبل كاس مصر في السعوديه، وجيت قلت اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، النادي اللي بنتمي له بتيشيرت نادي الزمالك، وجمهور النادي الاهلي قال لي حقك، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي احنا كمان، وان شاء الله الماتش يطلع حلو، فمفيش مشكله يعني. وجهه نظرك شايف ان مجلس اداره الزمالك الحالي بيمشي بخطوات منتظمه وبدا يجني ثمار الخطوات دي؟ طبعا بصراحه الناس عملت مجهود تشكر عليه. انا كنت متشائم هاجمتهم في الاول يا كابتن اسلام؟ كنت خايف منهم. انت خايف